الجمعة 30 مارس تابع دعوة توفيق عكاشة لوقفة ضد الأمريكان وإسرائيل عند سفارة أمريكا. الملاحظ بقى إن أغلبية الناس فوق ال 40 سنة، الشباب قليل قوي. صاحبي بيقول لي دول معاشات كلهم. دي كانت يافطة برضه من محبي توفيق عكاشة. ثواني. هو الدكتور توفيق ايه؟ لسه من ورا، هو واقف ما صورها مش هنا. مش عارف انا لسه بسأل اهو. جناب العكاشة جاي يا جماعة، وصل. دي الأعمار السنية اللي موجودة. دي أعمار المشاركين، متوسط أعمار المشاركين في الوقفة اللي دعا ليها الدكتور توفيق عكاشة ضد أمريكا وإسرائيل. هم اتحركوا من المكان اللي كانوا واقفين فيه، وصل الدكتور توفيق عكاشة وطالعين على ميدان سيمون بوليفار على الكورنيش. في منهم سمير سنتر كونتيننتال وعلى شمالهم شبر. يا ريت حضراتكم بس تلاحظوا متوسط الأعمار. وده استنتاج ان توفيق عكاشة بيخاطب فئة معينة او عمر معين من بعض الناس. مين ام توفيق؟ حكاية اسماعيل توفيق. واحد زي علم الدكتور توفيق ويسبله الدين من انصار. رجالة التحرير وصلت يا رجالة. انا اتنفست يا جماعة كريم كل انا اتنفست يا ناس. بقول لك يا محمد يا راجل. انا اتنفست يا راجل. بقول لك انا بقالي ساعة يا عم. ده كلهم عواجيز، مفيش ولا شاب فيهم. لا سمعني بقى كده ثاني يا محمد. كلهم عواجيز والله. كلهم كانوا حزب كده. بس لا قمت الوقت وطلعت. بقول لك ايه ايه كنتوا
انتوا كنتوا فين؟ بتقولوا علينا، كنتوا بتقولوا علينا على القنوات يا ولا كنا بناخد سنداسي وكنا بناخد 200 يوم. عيب يا نجم لما اتكلم واحد انت بالطريقه دي يا نجم. حضر انا ما حصلش يحيز بالكامل الاخر لما الثوره نجحت كده بتاع الكل. قلت شغال 100 بعد ما قلتوا عليك كل نقطه الفصانه. ده من الواضح ان في مطاردة حاصلة. ده اثر توفيق عكاشة على الناس يا جماعة.